بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في قناة وصفات سهلة وسريعة مع أم يعقوب. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة جديدة. جبت لكم بوراك الأعراس، بنة خيالية تحسبي راكي تاكلي بوراك الأعراس. صراحة يجي هايل بواحد الحشوة أكثر من رائعة، والتقرميش ما نحكي لكمش. شوفوا البنات يجي ولا أروع، والسر في الحشوة. ما تنسوناش بنات باللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. هنا نجي نديرو الحشو نتاعنا، نديرو الزيت يسخن، نزيدو عليه بصله نقطعوها قطع صغيره، ما نسكرفجوهاش. من بعد نزيدو عليها 2 فصوص تاع الثوم كما راكم تشوفوا، نخليهم يتقلاو قليلا. من بعد نزيد ملعقه كبيره نتاع الزبده او المارغرين. هاد الزبده تعطيها بنه ولا اروع. نخليهم يتقلاو جيدا، نغطوا عليهم نخليهم يتقلاو. انا نشوف البنات بعد ما خليتها تقلات مليح، نجيبوا اللحم المفروم تاعنا ونحركه جيدا حتى ينسجم لنا داك البصل مع اللحم المفروم. شوفوا البنات راه تقلن جيدا اللحم المفروم. من بعد نزيدو عليه الزيتون، هذيك دوائر، ونحركه. من بعد نزيدو له المعدنوس، وهنا البنات كما راكم تشوفوا هذا هو السر. كما راكم تشوفوا نديروا 2 بيضات ولا 3 تاع البيضات، نحرحروهم قليلا. ونقول لكم ما تخليهمش يطيبوا مليح، انا طابوا لي مليح خاطر كنت ندير البوراك ونمشي ندير الحريره تاعي. ما تخليهمش يطيبوا مليح. كيما راكم تشوفوا في هذه المرحله يعني خلطوا البيض مع اللحم المفروم تاعنا. شوفوا انا طاب لي بزاف خاطر كنت نمشي عاود للحريره تاعي، ماشي مشكل. كي طبنا شويه تاع البيض نخلطوه مع الكفتة تاعنا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. من بعد نجيبوا الفرماج الطري او الفرماج المثلثات. انا عندي هذا الطري وتاع المثلث بصح طري، نديروا 3 4 الحبات 5 كما تبغوا، ونخلطهم جيدا مع المكونات. نقص للغاز. من بعد نديروا شويه تاع الكريمه الطازجه، كتبقي لي غير نص من با نص تاع العلبه، ونحركوا جيدا نخليوها حتى تنشف داك الكريمه تاعنا. هنا نجيو نديروا التوابل عندنا نديروا الملح، الفلفل الاسود. التوابل هادو هما نديروا الملح والفلفل الاسود فقط باش تبقى لنا داك البنه تاع اللحم المفروم تاعنا. من بعد ندير هنا بصله مجففه، بصل مجفف والثوم مجفف فقط. هادو هما التوابل. نحركوا جيدا باش يدخلوا التوابل مع المكونات. كما راكم تشوفوا داك الكريمه تاعنا صاي نشفت. هنا نطفيو الغاز، نخليو الحشو نتاعنا يبرد. نمشيو نشكلوا البوراك تاعنا. هنا نجيب نص الحبه تاع البوراك، كان يدير حبه وافيه. انا هذا البوراك خرج لي من الورق تاع البوراك خرج ما يصلحش كاع، عذبني بزاف. النص نتاعو مقطع، على بها كنت درت النص. انا من نورمال ديري حبه تقلب النصف، ديري الحشو وعاود تغلقي. هنا الورقه خرجت لي عذبتني بزاف. نصها جبت 2 علبات تاع البوراك خرجوا لي ما يصلحوش، ماشي مشكل. هنا كما راكم تشوفوا ندير الحشو نتاعنا. الحشو نتاعنا كنت زدت فيه الفرomاج رابي وموتزاريلا باش نكونوا على علم. هنا كما راكم تشوفوا ندير الحشو نتاعنا ونغلقوا. كنت حابه ندير مثلثات بصح الورقه عذبتني بزاف ما ساعدتنيش.
هنا نكمل كامل الكميه نتاعي ونرجع معاكم. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها خاطر الورق تقطع لي. من بعد نجيو نقليو البوراك. هنا البوراك الزيت خصو يكون ما كتير ما قليل، يكون شوف للنص تاع البوراك يكون الزيت حامي سخون عفوا. نديرو حبه تاع البوراك تاعنا يتقلاو، خصو الزيت يكون حامي. الا كان الزيت بارد يشربنا الزيت ويجي ما يجيش مقرمش، يجي شارب الزيت يجي رطب. هنا البنات نبداو نطيبو في البوراك تاعنا ونقعدو نقلبو حتى ياخد داك اللون الذهبي. وما تنسونيش البنات باللايك، الله يحفظكم، اللايك هو اللي يطلع الفيديو، والتعليقات تاعكم طبعا المحفزه. كما راكم تشوفوني دايره الحريره تاعي طيب. درت اليوم درت سلاطه البوراك والحريره. الحريره تاعي كطيب قدامي وانا راني نطيب في البوراك. كما راكم تشوفوا البنات، شوفوا دار لون شباب دروك خلاص هنا راه طايب. نبدا نحي ونصفيه. هنا درت شغل كاسرونه غارقه، درت فيها هذاك الورق الماس، ونوقف الحبه تاع البوراك تاعنا باش كامل داك الزيت اللي في البوراك يطيح في داك الورق عفوا. هنا البوراك تاعنا ما يجيش كاع شارب الزيت ويجي مقرمش، يجي هايل صراحه البنات. غير جربوه بهاد الحشوه صراحه ما تندموش، يجيو ولا اروع شغل راكم تاكلوا في بوراك تاع العراس. المهم البيض ما تخليوش يطيب بزاف كيما انا. البيض غير تحرحروه شويه وتخلطوه مع ال- المقادير اخرى. انا شوفوا راني كملت كامل الكميه تاعي تاع البوراك، صراحه جا مقرمش جا مفرمش جا هايل هايل يا البنات. نتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعاليق. شوفوا البنات راني كملت الكميه كامل. نجي نشوفوا صحن التقديم. هنا درت صحن التقديم تاعي، نرشعوا عليه شويه معدنوس، نديرو نص حبه تاع القارص. جيت نقسم معكم حبه. شوفوا البنات يجي مشمخ يجي مفرمش يجي هايل وتقرميش ما نحكي لكمش. وهنا بقى غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، مع السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.